السلام عليكم ورحمة الله. يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها أيام سعيدة عليكم. ربنا يجعلها عيد سعيدة على كل أمة محمد. أنا فرحانة ليه؟ بصوا احنا نزلنا ايه؟ بستان. بصوا نزلنا بستان جبنة. نزلنا جبنا حاجات العيد، بس البت دي جابت أكتر واحدة في البيت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان احنا اشترينا لها قبل رمضان. ايوه كان في السيل بقى. يعني اشترينا عملنا زينة في الصلاة التانية عملنا، هوريهم دلوقتي. وجبنا هدوم لشيرين ونرمين. نرمين متضايقة حبتين. طبعا انا اشتريت انا كمان هدوم عيد، بس انا طلع عيني حرفيا ليا. يعني دي جبت لها قبل العيد، ودي جبت لها اول رمضان هي واختها. انا بقى حرفيا لسه جايبه هدومي من يومين بامانه. اسعار خرافيه 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 خرافيه، مش قادره اقول لكم. بنطلوني جينز من 450 ل 500، بلوزه من 600 وانتي طالعه بقى. يعني انا بقى بس انا جبت لي صيف، هما جايبين ليهم خريفي. من اول رمضان بتغني الاغاني حلوه بس شقيه، نطت حته نطه خطفت ورك البطه، سوسو هي اللي زعلانه. استني استني طيب استني، في اغنيه بارده في التلفزيون اسمها ايه؟ استني كنت عايزه تقولي بتقول ايه؟ بنتي بلدة. طب مين بتحبي اغنية مين تاني؟ بتقول ايه؟ ايه؟ اسمه ايه ده؟ العصير؟ لا شيبسي وعلي. بيقول ايه بقى؟ شيبسي وعلي يا ملضة. مين هيقيس بقى ويعمل اوتفيت؟ انا. نبدأ بالصيفي ولا شتوي؟ نبدأ بالشتوي. نفرجهم الأول. نفرجهم ولا ايه؟ نلبس على طول. انت رأيك ايه شيرين؟ ده انا رأيي نلبس على طول. نلبس على طول. لا يكون انا هلبس يلا بينا اوريكم الوقت بعده. احلى ولا قبله؟ يلا بينا نوريكم اللي بعده. انا النهارده جبت دولار 50 جنيه. لا يكون نضارة. ألبس النضارة. كوتشي. اللي بعده اللي فيها كمان طاقية السلطة. أنا شايف العيد. كده والله سلام. اشتريت استنى اطلعهم كلهم. طلع الشنطة. انا
في العيد نطلع كميه شنط من البيت. جبت الوايد ليج زي نرمين وشيرين، الصحن بتاعنا فاتح، جبته ب 450 جنيه عشان اللون ده، عشان ما كانش فيه غير يعني ده فيه افتح منه بس ما كنتش لاقيه. وجبت دي. هي ماما اللي هتجيب عليها تيشيرت لونه موف. لا ما هو مش هيبان عشان الوايد ليج طويل، بس لازم لا لو انا لابسه. بصوا بقى دي احنا اشترينا ده ب 260 اسعار، يعني ده حلو شويه حنين، ده فيه ب 400 و 700. مش باينه. اشتريت ده من روكسي، مش عارفه مش فاكره اسم المحل، الشنطه كانت هنا معايا، وده اشتريته 600 جنيه. الحمد لله يا رب العالمين على الاسعار الخرافيه. كان ب 600 جنيه كنت ممكن اجيب 3 أو 2 بقى اللي انا هجيب بقى سعر حلو. وجبت الشنطه دي انا ما جبتهاش صراحه، انا كنت رايحه، كنت من سنه كنت في فرح ومحتاجه اجيب شنطه بيضاء، كان ليها اليد بتاعتها جلد زي كده طويل، بس سريحة قوي عقدتني. هي بتتشال كده وممكن اسيبها زينه، بس مش عايزه اسيبها زينه، انا هشيلها كده، اعمل كده اعمل كده وامشي بيها. هتقولي لي دي شنطه اقول لكم اخرها بكم مناديل وتليفون. انا مش عارفه ماما بتقولي لا انا لازم اجيب شنطه عربيه عشان اشيل فيها الميه والكلام ده، يعني مش شرط تجيبي كل ده. انا كنت عايزه اشيل شنطه كبيره عشان ايه جمانه ساعات ماما جيبي لي شيبسي، ماما جيبي لي حاجه واحط لها الحاجه معايا في العيد واحنا ماشيين كده. انا الطقم ده موفق الحمد لله، اول مره اجيب اللون الاخضر دوت في صيفي يعني، بس قماشه كبيره قوي. يلا بينا اوريكم، يلا بينا بصوا بقى. انا طلعت بره الصندوق النهارده، غيرت وطلعت. انا دايما اجيب اسود ابيض احمر او نبيتي اخضر، يعني غيرت كده. طبعا الطرحه دي يعني انا عجباني طرحه فيها اخضر داخل في ابيض عشان يمشي مع الشوز الشنطه. بصوا الشنطه بتاعتي اهي، يا اما اشيلها كده برنسيسه. جميلة الوايد ليج ده واسع وابهرني على نرمين وشيرين بأمانة، يعني حبيته عليهم. وانا لما بحب حاجة على بناتي بجربها ليه، يعني موضوع الوسعان ده احلى من اللي هو مش عارفة بيقولوا عليه ايه، اللي هو بيبقى ضيق كده من هنا وكده. لا ده عجبني، يعني انا تاني مرة اقلد نرمين وشيرين بيعجبني اللبس بتاعهم، يعني بيعجبني قوي. وطبعا هغير الطرحه، اشتري الطرحه اللي هي نص ابيض ونص اخضر، يا رب تعجبني تمشي مع الطقم. يعني انا حاسه اللي هو اخضر فاتح، بس نرمين وشيرين بيقولوا لي هو زي الشميز كده. دلوقتي نقول لكم ايه، سلام. يلا دورك، شيرين عندها كتير. تعالي نتفرج، تعالي نتفرج، تعالي بصوا يا جماعه، التيشيرت اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده كان من احلامها. مش في احلامي، اول ما نزل ترند انا هموت واجيبه. أيوة بس مش لاقيه نفس اللي كان في خيالي، يعني حتى اللي انا جبته ده مش هو اللي كان في خيالي. انا فاهماه، بس نوعا ما حلو. ايوه انا عارفاه، كانت عايزه الناعم الرفيع قوي صح؟ لا ده مستني هنا. جبت ده وما شاء الله، يعني كان اخر قطعتين انا ونرمين جبنا زي بعض، كانوا عايزين يجيبوا زي بعض وانا اقول لهم اسود تاني، عملت لهم كده في المحل اسود تاني مش هجيب. جبت على نرمين مظبوط عليها، يا الله. التيشيرت بتاع نرمين بقى جه مظبوط عليها وتمام وزي الفل. اما انا بتاعي جه تحت الركبه عشان طبعا انا قصيره، هو مش عيب في المصنع، هو انا عيب في اسري بقى. انا اللي لازم ابقى قصيره دايما. نرمين لبسته كان مظبوط قوي، انا طويل قوي حتى هو انتوا شايفينه كده طويل قوي، بس هي حابين اللي هم يجيبوا اوفر سايز والمقاس دوت عشان هم انا بحب حاجه اسمها اوفر سايز، لازم هدومي كلها تبقى اوفر سايز. في هدوم المدرسه والله جابت اكبر مقاس، جايبه مقاس 18 وانا اصلا بلبس 16. يلا مش مهم، ما ينفعش برضه ما طلعش اوفر سايز. يا دوبك جه مقاسها حلو دلوقتي في الترم التاني عشان ده بقى ده كان ذوق ماما دوت من اختياري. قلت لهم اطلعوا بره الاسود بقى، انا اتخنقت منكم، انتوا مش بنات، ده انتوا بنات عزل
مش بنات يا للفرح. جماعه احنا بنحب اللون الاسود، مش كده اهو. لازم الاسود بس في ابيض ونور. انا مش حابه الابيض. يعني ده هما ايه، انا عشان احيلهم قلت لهم خلاص هتجيبوا زي بعض بس هتجيبوا زي ذوقي في الشيره التاني بقى. يعني انا جبت لهم بنطلون واحد بس تيشيرتين. جبنا وايد ليج. دوت مش تقيل، ده اللي هو العجينه الخفيف ده اللي ما يدفيش، يعني عشان ما تقولوا هو اسمه كده، هو اسمه كده محلات اللي عارفه الموضوع. انا شايفه يا ماما. مش شايفه جبنا إيه؟ وايد ليج. انا بتاع فاتح نرمين بتاعها غامق سيكا يعني. انا عاجبني وجاي ذنبيها. عاجبني عشان فيه حبه خرابيش من تحت. ده اللي انا حابه. كأنه قديم. عدوها. طبعا بقى قولي لهم كل قصه كوتشي. ايوه كل كوتشي ليه كوتشي. ماما نزلت تجيب لي كوتشي. انا بقى مش كفايه قص اللي انا فيه ده طبعا لده. فبقول لها يا ماما انا عايزه كوتشي عالي. ماما بتقول لي يا شيرين الكوتشي ده ينفعك في الخروجات وكده اللي هو ده، وما الكوتشي العالي لازم تلبسيه في حاجات معينه. قلت لها لا انا عايزه كوتشي عالي. جابت لي ده وجابت لي التاني، خيرتني ما بين الاثنين. كانت جايبه واحد بشع. عارفين اللي هي الكوتشات والله هو حلو. عارفين بقى اللي هو الرباط الزجزاج اللي هو نازل ترند ده اللي شكله وحش. لبست من هنا لما اسف اتقرفت قوي. رحت قلت لها يا ماما خلاص انا هاخد بذوقك وهجيب ده. وكان لايق في رجليها قوي ده، قوي كان تحفه. فجبت ده لده. ايوه تمام بعد ما جبنا بقى الحاجه وخلصنا، جه عيد ميلادي. قلت لبابا يا بابا انا عايزه هديه. كل سنه يقول لي خدي جيبي يا شيرين انا ما بعرفش اجيب لك ايه. قلت له مش كل مره تقول لي كده، انا عايزه كوتشي. أيوة. كوتشي بقى ايه للطقم ده. نزلت ده هي اللي بمزاجي جبت ده. بمزاجها. حب انا عاجبني طب انا جبت لك ايه في عيد ميلادك؟ ذكرتي بابا ما ذكرتنيش انا ليه؟ ماما جابت لي طبعا الكتب اللي انا كنت عايزاها. سنه كبيره. ماما بقى محرجة علينا محدش يقرأ الكتب دي ولا يفتح منها صفحة غير بعد الأجازة عشان المدارس. طبعا دول انا اللي جبتهم في عيد ميلادي. يا جماعة بصوا بقى أنا من بس اقول لكم حاجه، نكدوا عليا يوم عيد ميلادنا هي نكدوا عليا. تمام خلصنا من قصة الكوتشي بقى. ندخل خلاص بصوا خلاص ده مش مهم. هاتي كده ده مش واحد مهم. بس. واحد بس. يا جماعة أنا طبعا مش هوايتي المفضلة إن أنا أقرأ والكلام العجيب والغريب ده. نرمين هي بأمانة هي اللي حببتني في القراءة. صح ده هي حاجة اللي حلوة. قالت لي يا شيرين انت تستفادي ثقافات، وعمته برضو جت قالت لي انت تفهمي حاجات وبتستفادي اكتر من ثقافه لما تقراي كتاب وتفتحي الكلام ده. فايه بقى ما قلت نرمين راحت جابت ارض زيكولا تقريبا عملنا عليه فيديو قبل كده ما عملناش. وانا جبت ابابيل ده بيتكلم عن قصه عاديه بتاعت اب وابنه ووحش والكلام ده انا ولا ايه؟ ده غريب ده. ده جبنا انا ولا ايه؟ في اجزاء والجزء نزل جديد. جبت استني هتوريها لك هتكلم كده هعضك. خناق يا ربي تاني. جبت جمال طبعا خلاص بيبقى مش مكتوب هوريهم في اخر الكتاب. لا كده صفح كتير بيبقى مكتوب هنا تستمر الاحداث الى جزء كذا. سلسله ابابيل اللي هم ده الجزء يعتبر ده الجزء الاول. انا اول واحد جبت بابي. جبت ابابيل هو كان المفروض فاكتشفت كمان. ان ده الجزء الثاني. فايه بقى ده الطبعه الاولى. احلى حاجه الطبعه الاولى ان هي بيبقى فيها الصور وكده، بس ما عجبنيش خامه الورق مش احسن حاجه برضه عشان احنا يعني ملهاش نغسق ما خبرة. ما خدناش قبل كده التجربه ان احنا نعرف ايه يعني ده حاجه اتعلمنا لبعدين وانا أيوة. هشتري لها. جبت لها 3 كتب في عيد ميلادها دول ب 200 جنيه صح؟ ب 200 جنيه دفعنا؟ لا كام؟ 200 200 حاجه. ال3 دول بس. اما ده كنت يعني اللي هو الابابيل ده كنت جايباه من عند بيتنا كان ب 65 جنيه. اما دول لوحدهم ال3 خلونا نسيبنا من الكتب دلوقتي من عيد ميلاد. ونكمل باقي حاجه في العيد. حاجه احلى جبت شنطه جميله وعجباني حباها والله. بس خلاص اهم شيء طبعا لازم اهم حاجه دي بالساعه لازم لو ما جبتهاش تحصل كارثه.
غشمة علينا كده ليه يا ست؟ لسه طبعا هظبط التايمر يعني عليها. وجبت لهم شرابات. هي مش واضحة قوي يعني بس ساعة. وجبت شرابات. لازم ما يعديش يعني. بس انا اقول لكم حاجه، انا ده العيد اللي هعمل كده. جبت لها ايوه نضارة. جابت لي نضارة. البسي. بصوا بقى كانت بتقيس ازاي بقى. كانت فحمه مرارتي بتقيس كده. جميل. نقلع ازاي بقى؟ مش نقلعها كده، لا. شايفين دي هتعمل ايه؟ هتتكسر. والله انا قالوا لي اقلعيها من النص. اقلعيها من النص. البنت قالت لها اقلعيها من النص. تقلع كده. لا هي قلعتها برضو كده. جابتليش انا تقلعها كده تشدها كده. تقلعها بايديها كده تشدها كده. هتكسرها واحنا واقفين في المحل يعني. هدفع ثمنها وانا واقفه في مكاني. بس بقى وامشي. وطبعا جبت مراية. لازم المراية. عشان انت انا بيقولوا لي فرجت الطرحة. يعني ايه فرجت الطرحة بقى الله اعلم. بس بيقولوا لي دايما لازم تمسكي الطرحة 3 مرات. بتتعبنا يا جماعة لازم لما اخد صورة يبقى شكلي حلو صح ولا لازم الطرحة تبقى عاملة كده وعاملة كده وواخدة يلا نوريهم اللبس. يلا نوريهم. طبعا احنا لسه ما جبناش الطرحة يعني لسه هنجيبها. لا مش هجيب طرح خلاص. انا زهقت. ايه ده؟ انا زهقت. لا ما تقوليش مش هتجيبي نسيت طرحة. اوريكم. دي لعب جمانة عشان هي دلوقتي اتقمصت مني. بصوا فيها بيض. مش عارفه ده ايه صراحه. هروح البس لبسي واجيبه. ودوت هلبس تلاجة. ده التلاجة. صح ولا غلط؟ شكلي حلو؟ حلو عليا ولا وحش؟ قولي في الكومنتات. شكلي حلو؟ الساعة، الشنطة، النضارة، كرسي. شكلي حلو؟ صراحه لا طبعا. طبعا مش هلبس طرحة صغيرة الطقم الشيك ده يعني. بس لو شكلي حلو حطوا لايك يا جماعة. قولوا لي ده الطقم ده أحلى ولا الطقم اللي قبله؟ اكتبوا في الكومنتات.